هاي، صباح الخير، عاملين ايه؟ معاكم رحاب من قناة مع رباب ورحاب. صاحية النهاردة بقى، ورايا حاجات كتير قوي 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 المفروض اعملها. فقلت بقى ايه قبل ما ادخل المطبخ وقبل ما اعمل اي حاجة، افطر كده واشرب كوباية شاي بلبن. انا من عشاق الشاي بلبن، بحس ان انا كده لما بشربه بفوق كده، ببعد عن اي حاجة وحشة في الدنيا. فقلت بقى ايه اعمل كوباية الشاي بلبن كده، وبعدين اقعد كده مع نفسي في الليفينج كده وافتح التلفزيون، واقعد افكر انا ناوية اعمل ايه النهاردة وهرتب دنيتي ازاي. الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي ان انا ابقى مرتبة اليوم بتاعي، يعني قبل ما انام ببقى بفكر انا بكرة ان شاء الله ناوية اعمل ايه وهرتب اليوم بتاعي ازاي. يعني الصبح طبعا بنزل المدرسة، وبعدين برجع اعمل بقى افطار زي ما انتوا شايفين، وبعدين بقى بشوف انا ورايا ايه. لو ورايا غدا مثلا اطلع الاكل اللي انا هعمله عشان يبقى جاهز وقت الغدا، ما يبقاش لسه الاكل عايز يفك، ابقى عارفة ناوية اعمل ايه. بعد كده بقى شغلت القرآن، بحب اشغل القرآن الصبح جدا، بحسه بيفرق معايا جدا في نفسيتي، وبحس ان انا الحاجة بتنجز معايا بسرعة جدا بصراحة. قلت بقى انا النهارده ان شاء الله ناويه اعمل الغدا بتاعي جمبري وسبيت وشوربه سي فود كده ورز. فقلت بقى ايه، طلبت السمك بتاعي وطلبت الاكل بتاعي يعني. بحب اغسل الجمبري كويس قوي، ما بحبش اجيبه من بره، بحب انا اللي اعمله بايديا عشان الحاجه دي لازم تبقى مغسوله كويس. غسلت الجمبري كويس وسبته يتصفى. بعد ما غسلته دخلت على السبيت، حطيت له ملح وشويه ليمون وقلبته كويس قوي، وسبته بقى ايه في الميه دي حبه حلوين كده. في الوقت ده بقى كنت بجهز البصل بتاعي. البصل اللي انا بقطعه ده انا هقطعه للجمبري وكمان هقطعه للرز. هتحاولي تقطعي ايه البصل قطع صغيرة خالص. انا استخدمت 3 بصلات وسط، او 2 كبار وواحدة صغيرة. قطعتهم بقى كويس، قطعتهم حبة صغيرة، قطعتهم يعني قطع صغيرة خالص عشان يبقى مع الرز حلو وكمان يبقى مع الجمبري حلو. الرز بقى بحط شوية زيت في الأول، وبعدين بنزل بالبصل واقعد اقلب فيه كويس عشان البصل لو متقلبش بيتحرق من جناب وبيبقى من جوه لسه طري. فبحاول اقلبه كتير لغاية ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. وبعد كده بقى بروح حطاله المية بتاعته على قد الرز اللي انت هتستخدميه. يعني لو هتستخدمي مثلا كوبايتين رز، هتحطي على قدهم المية، وكمان تسيبيهم بقى يغلوا كده وتروحي حاطه الرز بتاعك. في الوقت ده انا كنت غسلت الرز بتاعي. غسلت الرز بتاعي كويس وبعدين حطيت لها بقى الملح. هو المفروض على قد كل كوباية معلقة ملح، انا بحط مثلا معلقة ونص على قد الكوبايتين بتوعي. وبعدين هنا بقى كنت بجهز التتبيلة بتاعة الجمبري. انا بحب احط له ملح وكمون وفلفل، بحط مثلا حوالي معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل. وبعدين بكون في الوقت ده بقى قطعت البصل زي ما قلتلكوا هقطعه للجمبري. قطعت البصل وكمان اكون قطعت طماطم وحطيتهم ايه مع بعض كده على على الجمبري. وبعدين بحط الليمون، تنسي الليمون عشان الليمون بيشيل اي ريحة وحشة في الاسماك. كويس مع بعض عشان ياخدوا كده التتبيلة كله مع بعضه. وبعدين بحطهم على النار، وبحط بقى عشان عايزة الشوربة بتاعته، فبحط بقى معاهم كوباية ونص او كوبايتين بس مية يكونوا سخنين. والجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت على النار خالص، فانتوا لازم تخلوا بالكم لانه بيستوي بسرعة قوي. لو سبتوه على النار بينشف وبيبقى طعمه مش حلو. الوقت ده كنت خلاص بقى قطعت السبيت بتاعي، قطعته كويس شرايح كده. وبعدين الاول كان هو في المصفى زي ما انا كنت قايله لكم، سايباه بقى ينزل كل الميه بتاعته. وبعدين بقى حطيته في بوله تانية نظيفة، حطيت لها بقى شوية ملح، وكمان حطيت له كمون وفلفل من كل حاجة، معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل. وبعدين بقى حطيت ليمون. الليمون مهم جدا عشان بيشيل الريحة الوحشة اللي بتبقى في الأسماك. بقى كل التتبيلة دي كده مع بعض ونسيبهم شوية، وبعدين بقى هنحطهم بس في شوية دقيق. يعني هنحضر الدقيق ونحطهم بقى كده في شوية دقيق، ونحطهم بقى في حاجة كبيرة عشان ما يلزقش في بعضه.
ونحمره على النار، مش بياخد وقت، لازم تبقي قاعده قدامه عشان خلي بالك. وخلي بالك كمان وانتي بتقليه لانه بيطقطق كده وبيلسع وانتي بتقليه. بقى ما قليته قلت اعمل بقى طحينه. انا الطحينه بعملها سهله خالص، ما فيهاش حاجه، بحط ملح وكمون وليمون وشويه خل والميه، وبقلبها بقى لغايه ما القوام بتاعها يبقى كويس وخلاص. وبعد كده بقى ايه، قلت بقى لازم بعد ما اخلص الطحينه دي اكون حضرت الاكل بتاعي. وده كان شكل الاكل بصراحه، كان الاكل حلو جدا جدا جدا، وكمان ما كانش تقيل خالص لاني معظم الحاجات مش عاملاها دسمة قوي. وبعد كده قلت بقى انا هخلص لازم بقى انضف المطبخ. المطبخ بعد السمك لازم يتنضف تنظيفة محترمة، عشان طبعا بتبقى ريحة الاسماك ريحة القلي بتبقى مش حلوة في المطبخ. فانا بصوا انا المفروض اصلا ما نستخدمش الكلور خالص على الرخامة لانه بيبوظ الرخامة. بس انا بصراحة الرخامة عندي انا من النوع اللي بقرف، فلازم اشيل ريحة الاسماك دي، فحطيت شوية كلوركس جل صغيرين. وبعدين بقى دخلت على المواعين، ما كانش في مواعين كتير، كانت مواعين الغدا بس. عملتها بسرعة كده زي ما انتوا شايفين. انا اللي بغسله بشيله في ساعتها، مش بحب اسيب حاجة. وطبعا الحوض كان لازم يتعمل عشان غسلنا فيه كل الاسماك وكده. نضفت الحوض كويس، حطيت كلور. بصوا مش دايما بغسله كده، انا دايما بغسل بعد الغدا او بعد اي مواعين. بعتبر الحوض بتاعي ده طبق كبير ولازم اغسله، بس بغسله بالصابون العادي. المرة دي حطيت شوية كلور عشان ريحة الاكل. وبعد كده بقى بلمع الرخامات كلها بجلانس. النوع اللي انا بستخدمه ده حلو جدا. وبعد ما خلصت بقى برجع كل حاجة تاني بقى مكانها. الحاجات اللي بستخدمها على طول جنب الرخامة برجعها. كان الزيت عايز يتملى، انا كنت غسلاها قريب فما غسلتهاش تاني. مليتها فوق اللي انا عاملاه ومسحتها كده بفوطة مبلولة عشان تبقى نضيفة. وبمسح كل حاجة قبل ما ارجعها تاني مكانها. حتى الزرع برضو كان عليه كده تراب خفيف، قلت لا امسحه عشان يبقى نضيف. وبعدين برجع برضو الحاجات اللي في الرخامة الناحية التانية. بعدين بقى دخلت على البوتاجاز، شلت كل حاجة، شلت العيون كلها. وبعدين غسلت البوتاجاز كويس، بحط مية سخنة بس وبحط صابون مواعين وبغسله كويس. وكمان المرايات والظهر الازاز ده بحب اعمله بالجلانس، بيديله لمعة حلوة قوي. ورجعت بقى كل حاجة تاني مكانها. هنا بقى كانت الفوط كلها اللي انا استخدمتها جمعتها مع بعض وحطيت لهم كلوركس جل. وكمان بحب احط برسيل جل عليهم عشان ينضفوا يبقى ريحتهم كمان حلوة، لان الفوط من الحاجات اللي لما بتتساب بتعمل ريحة مش لذيذة كده. فرحت عاملاهم. وكمان رحت كنست الارض. في الوقت ده بقى كنت عايزة اعمل كوباية شاي، طبعا بعد السمك لازم نشرب شاي. انا بحب الشاي بالنعناع، عملت كوباية بقى شاي بالنعناع. قلت افصل كده شوية واقعد في روقان كده مع نفسي. وده كان اليوم بتاعي النهاردة بعد الغدا، ويا رب يبقى الفيديو حلو ولذيذ كده عليكم.